اليوم غادي نحضروا عسل منزلي بمكونات كامله متواجده عندك في الدار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم عسل منزلي اللي غادي نحضروا فيه جميع المعسلات الرمضانيه ان شاء الله. الله يدخلها عليكم بالصحه وكل ما كتمناوه. مقادير متواجده عندنا في الدار، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. واول حاجه عندنا هنا في المقادير يطرو ديال الماء، وعندي هنا 2 كيلو السكر. كل 2 كيلو السكر كيمشي معاه يطرد الماء. عندي هنا واحد الحامضه اولا واحد الليمونه مقطعه دوائر. عندي 2 عواد ديال القرفه، وهنايا عندي المسكه الحره اختياريه يعني ماشي ضروريه. اول حاجه غادي ندير داك 2 كيلو السكر في الكوكوط. انا كنطيب العسل يعني في الكوكوط بالوقت ديالها، ما كنخليش زعما غير في الطنجره عاديه كنطيبها. هذه هي الطريقه اللي كتجيني سهله. غادي نضيف عليها داك يطرو ديال الماء. بالنسبه اللي بغى يدير السكر ديال القالب يديرو يعني بنفس الطريقه. كل 2 كيلو السكر كيمشي معاه يطرو ديال الماء، وانتم الاختيار كيبقى لكم، ديروا اللي بغيتوا. غادي نحرك داك السكر مع داك الماء. انا يعني الطريقه اللي شاركت معكم ديك الساعه طيبتها، ما خليتش زعما ليله كامله باش يذوب داك السكر، ولا طيبتها يعني في داك الوقيته هذيك. غادي نحرك داك السكر والماء، وغادي نضيف لهم داك 2 عويدات ديال القرفه. وغادي ندير هنايا الحامضه قطعتها غسلتها وقطعتها دوائر. بالنسبه للقرفه الا ما عندكمش عويدات غادي ديروا داك ديروا واحد ربيع معلقه وصافي باش ما تجيش فيها الريحه زافره ديال القرفه. بالنسبه لديك المسكه الحره اختياري، انا غادي نخليها حتى الاخر، ما كنديرهاش دابا. يعني اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها يعني يستغنى عليها، ماشي ضروريه. ولكن انا يعني كتعجبني نديرها في العسل، حيت كتخلي العسل كتبقى لنا على الشباكيه والمعسلات كاملين اللي كنديروها لهم، وكتبقى كتجي العسل معلكه. صافي غادي نبقى كنحركهم مزيان. بالنسبه للطريقه ديال القالب، اللي عنده القالب السكر في الدار غادي ديروه، وغادي تبقاو تخليو عليه يطرو ديال الماء عادي من السباله. غادي ديروه عليها وغادي تخليوه حتى كيذوب ليله كامله. في الصباح كيصبح لكم دايب. هنا الطنجره ديالي غادي نشد عليها مزيان، وغادي ندير لها صفاره. المهم صفاره ديال الكوكوط غادي نديرها من فوق العافيه تكون متوسطه. غادي نوري لكم الطريقه، وغادي نخليوها حتى كتبدا تصفر لنا الطنجره. عاد كنحسبوا لها 35 دقيقه حتى 40 دقيقه عفوا. انا غادي نخليها 40 دقيقه. ملي غادي نفتحها غادي نلقاها واجده. غادي نشارك معكم يعني الطريقه ديالها باش كنعرف يعني العسل ديالي واجده ولا لا. صافي غادي نديرها كيف قلت لكم على عافيه تكون متوسطه كيف كتشوفوا، يعني ما تكونش مجهده وما تكونش يعني شمعه، متوسطه. صافي هنا كانت بدات كتصفر. المهم هاد اللقطه هذه من هنا ملي كتبداو كتحسبوا 40 دقيقه. انا خليتها كيف قلت لكم 40 دقيقه. صافي وحيدتها، خليتها حتى يعني تحيد من داك الهواء. عاد كنحيد الصفاره باش ما كيبقاش داك العسل ديك البخور ديال العسل كيبقى كيخرج من داك الثقبه ديال الصفاره. غادي نفتحها وغادي نوري لكم باش كنعرف انا العسل بانها واجده ولا لا. كنهز داك الحامض اولا الليمون. ملي كيولي اللون ديالو هكا بني، يعني ما تخليوش يولي بني غامق يعني قهوي غامق، كيكون تحرق ديك الساعه. خصكم تخليوه هكا يعني ما يلا المهم كيكون ديك القهوي خفيف. غادي نخلي شويه د العسل في ديك الطبسيل. الناس اللي ما عرفوش يعني الطريقه ديال الحامض، غادي نخلي معلقه واحد المعلقه د العسل نديرها في الثلاجه، نخليها تبرد باش نعرفها واش واجده. هنا دقيت شويه داك المسكه الحره مع واحد شويه السكر، غير واحد راس معلقه السكر دقيتهم، وغادي نديرهم هنايا وغنحركهم مزيان. كيف قلت لكم الناس اللي ما عرفوش الحامض يعني باش يشوفوا العسل واش واجده، كنديروا العسل في الثلاجه غير معلقه صغيره ولا معلقه كبيره، وكندوزو فيها يدنا داك العسل الى تلاصقوا. عرفوها بانها باقا خفيفه، ردوها طيب واحد 5 دقائق. الا بقى الخوا بين العسل والعسل داك يعني فين دوزتو يديكم، عرفوا بان العسل راها واجده. حيت ما غتبان لكمش العسل دابا، خصها ضروري تبرد اولا تبات ليله كامله عاد كتبان العسل بانها واجده. انا ديك الطنجره غادي نحتاجها، ما بغيتش نخلي العسل حتى تبرد فيها، حيت الا بردت كتبقى لاصقه بزاف الطنجره. غادي نديرها في الطنجره الصغيره، يعني ما كنستعملهاش باش نبقى نعسل فيها. ديك الطنجره الصغيره غادي نصفي داك العسل ما حدها باقا سخونه، باش كيتحيد من داك الا كاين شي حاجه ديال داك المسكه الحره. نتوما الا ما درتوش مسكه حره يعني ماشي ضروري تصفيوها. كيف قلت لكم انا الطنجريه يعني اللي عندي في الدار وكنستعملها، ما بغيتش نخلي العسل تبرد فيها. صافي غادي نخليها حتى تبرد. انا خليتها ليله كامله يعني درتها بالليل وخليتها حتى الصباح. عاد غادي نصورها معكم. هنا في الصباح كيف كتشوفوا القوام ديالها هو هذا. انا كتعجبني هكا، ما كتعجبنيش تكون ثقيله اكثر. ملي كتكون ثقيله اكثر من هكا ملي كنديروا فيها المعسلات راه ما كيبغيوش يشربوها، حيت كتكون قاصحه اكثر من القياس. خصها تكون هكا، ما تكونش قاصحه اكثر من هكا، وما تكونش خفيفه يعني بحال ما. الا شفتوها دايره خفيفه بحال ما كيف قلت لكم ردوها طيب واحد 5 دقائق عاد طفيو لها.
وكيف قلت لكم ديروا معلقه كبيره د العسل فواحد الطبيصله وديروها في الثلاجه باش تعرفوا العسل واش واجد. المهم تبان لكم يعني كتعرفوا القوام د العسل كيف كيكون. صافي هذه هي الطريقه ديال العسل ديالي، انا كنستعمل هذه الطريقه دائما، هذه هي الطريقه المعتمده عندي. كيف كتشوفوا راه كتجي ثقيله، ما كتكونش خفيفه بزاف وما كتكونش عاود ثقيله اكثر من القياس. ملي ما كتبغيش تهبط لكم من داك المغروف ولا ما كتبغيش تهز لكم الطنجره، عرفوها بانها فات لها الطياب، زيدوا لها شويه د الماء وردوها تغلي. واحد القياس ديال 4 كاس ديال الماء ديروا زيدوها عليها وردوها كتغلي مزيان واحد 5 دقائق. صافي كتطيبوا كتكون العسل ديالكم واجده.